كاين قانون باقي لنا جلسه اخيره في الامانه العامه للحكومه حول هذا الموضوع ديال الشيكات، لانه فيها المحفظه النقديه اللي فيها لي كارت وفيها داك الشيء كله كتذكروا فيه. ما هي التغييرات اللي درنا في الشيك؟ التغيير الاول حيدنا الشيك بين الازواج، ما كاينش جريمه شيك بين ما كاينش الشيك، ما كاينش جريمه شيك بين الازواج. عطيت لمراتك الشيك ولا عطاتك الشيك ماشي جريمه. كاين اجالات حددناها الى اخره تتقلبوا عليها حتى المطلقون والمزوجون بعدا. فجينا فحيدنا هذه الجريمه، قلنا تيكونوا الاولاد، كتكون العائله، كتكون يبقى نزاع مدني، ما تكونش جريمه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه قلنا اذا تعدى الشيك ما تبقاش المتابعه، تسقط المتابعه نهائيا. كيتعدى الشيك صافي انتهى الموضوع، كان معتقل كينفرج عنه، كان متابع كتسقط المتابعه، كان في حاله فرار كتلغى المذكرات ديال البحث. مجرد يعدي الشيك واحد النسبه بين 1 حتى 5% ديال غرامه الدوله. اذا كان عطى الشيك بدون رصيد واعتقد، اش غادي نديروا؟ كان عندنا نقاش، لانه ما يمكنش نهز واحد عنده مشكل ديال الشيك ونجي ديال الحبس مباشره. كنا غادي نعطيو واحد المهله ديال شهر، ولكن على اساس نديروا ليه البراسي الالكترونيك، السوار الالكتروني لمده شهر باش يمشي يحل المشاكل ويجي يخلص الشيك. اذا ما خلصوش المطالب بالحق المدني له الحق يعطيه حتى واحد الشهر من عنده، ولكن كيبقى دائما السوار الالكتروني باش الناس. لان كتجيب واحد الراجل على 5000 درهم كتعوج الشيك كتقطع المصائب كلها ديال الدنيا. ولكن احسن حاجه بحيث كتلغى المتابعه الجنائيه وكتنتهي نهائيا الى ادى الشيك. ربما هذا يشجع الشيكات من طرف، وحنا النقاش درنا مع بنك المغرب، مشاو معنا بنك المغرب. دابا النقاش فين كاين؟ انا نقول لكم النقطه اللي عندنا فيها اختلاف. انا كنقول كاين واحد المبلغ خصنا نحددوه ما فيش الاعتقال، 20,000 درهم، 25,000 درهم، شي تيقول 10,000 درهم، شي تيقول 5,000 درهم. ولكن الشيك غادير لنا العالم كله الغى فيه التوجه الجنائي. حنا في المغرب باقيين، غادي خصنا 50 عام عاد نحيدو حتى حنا. شكرا.